عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الأوفياء دايرين، نتمنىكم تكونوا على خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. مرحبا بكم في قناتي، قناة لتعليم الراندا المبتدئات. اليوم إن شاء الله درس جديد في القناة اللي نشارك معكم الطرزات اللي لاحظتوا في الصورة. واحد متتبعة طلبت مني داك الطرز اللي على شكل وردة اللي كيجي في جناب ديال الراندا، كيجي بالألوان، تقدروا تخدموه غير بلون واحد، شي حاجة اللي بسيطة وأي مبتدئة تقدر تخدمها. بداو على بركة الله. هنا خديت المرمى وخديت الثوب، درت فيه هاد الدوائر وهاد الوريقات على شكل وردة. هاد الدوائر تيعمروا تيوليو على شكل وردة. وهنا عندي البرا رقم 5، خيط برمتو على 2 ديال الشعرات. وبالنسبه للخيط كنحتاجو هاد الحرير اللي كنخدمو به الراندا، هو اللي كنطرزو به. بداو على بركه الله. غادي ندير واحد العقيده في هاد الخيط بحال هكا، لاحظوا معايا. غادي نجي هنا في الجنب ديال هاد الدائره، غادي ندخل البرا وكنجي مقابله معاها في الجنب الاخر ديال الدائره، كندخل البرا وكنخرجها حدا هاد الغرزه اللي بديت بها بحال هكا، وكنشد البرا كنلوي 12 مره. وكنخرج البرا بحال هكا، نفس الدويدات اللي كنزوقوا بهم الراندا كنخدموهم بحال هكا في هاد الزواقه اولا في هاد الورده. كنرجع لنفس الغرزه، كندخل البرا وكنجي حداها، كنخرج البرا بحال هكا وكنجي مقابله معاها، كندخل البرا وكنلوي 20 مره. كنخرج البرا بحال هكا. دابا غادي ندخل البرا في هاد الغرزه وغادي نجي وسط هاد الدويده، غادي نخرج البرا وكنعاود كنجي مقابله معاها، كندخل البرا وكنخرجها حتى هاد الغرزه وكنلوي 22 غرزه. كنخرج البرا بسهوله بحال هكا. كندخل البرا في هاد الغرزه وكنجي حداها، كنعاود ندخل البرا في وسط هاد في النصف ديال هاد الدويده وكندخل البرا تحت من هاد الغرزه وكنعاود نخرجها حدا هاد الغرزه وغادي نلوي 25 مره. نخرج البرا من نفس الغرزه وكنجي وسط هاد الدويده، كنعاود نخرج البرا
وكنجي حدا هاد الغرزه كنعاود نخرج البرا وكنلوي 25 مره. طريقه سهله، نتمنى تفهموا الشرح ديالي. كنعاود ندخل البرا في هاد الغرزه وكنخرجها وسط هاد الدويده بحال هكا، وكنجي نفس الغرزه تحت منها كندخل البرا وكنخرجها نفس البلاصه وكنلوي 25 مره. كنخرج هاد البرا بحال هكا بشويه، كنبقاو غاديين. هاد الطرز تيبغي شويه الخاطر. كنعاود ندخل البرا في هاد الغرزه وكنخرجها وسط. دائما كنبقاو نخرجوها وسط هاد الدويده اللي كنخدموها. كنعاود ندخل البرا بحال هكا وكنخرجها، كنلوي كذلك 25 مره. كما كتلاحظوا الخيط قرب يتسالى ليا. غادي نكمل هاد الدويده وغادي ندير خيط جديد. حاولوا الخيط ما ديروش كبير باش ما تجيكمش الخدمه شويه صعيبه، يعني قد الخيط اللي كتخدموا به الرانده. هانتوما كما كتلاحظوا هنا خديت خيط جديد درت فيه واحد العقيده. غادي نكمل الخدمه ديالي، كنجي نفس البلاصه كما قلت لكم وكندخل البرا في هذه الغرزه كنخرجها في نفس البلاصه وكنلوي. دابا غادي نزيد المسافه ديال اولا عدد اللويات، غادي ندير 27 مره. واحد، كما كتلاحظوا دابا بدات كتكون عندنا ديك الوريده. غادي نعاود نخرج البرا وندخلها وسط هاد الدويده بحال هكا، وكنجي لهاد الغرزه نجي مقابله معها كندخل البرا كنخرجها حداها بحال هكا. وكنعاود نلوي 28 مره.
ملي كنباعدوا المسافه كنزيدوا عدد ديال اللويات. كنعاود ندخل الابره في نفس الغرزه وكنخرجها في الجنب ديال هاد اولا في الوسط كما كتلاحظوا. كنجي لنفس الغرزه مقابله معاها وكنخرجها حدا هاد الغرزه اللي دخلت فيها الابره. نتمنى الشرح يكون واضح. نعاود ندخل الابره وكنخرجها وسط هاد الدويده وكنجي مقابله معها. دابا كنبقاو ندورو مع هاد الدائره حتى كنوصلوا للاثار اللي عندنا ديال هاد الستيلو اللي عندنا في الثوب. ملي كنبعدوا المسافه كنزيدوا اللويات، وملي كنديروا مسافه تكون قريبه كنقصوا العدد ديال اللويات. طريقه سهله، غير البدايه اللي كتكون شويه صعيبه. كتبغي هاد الزواقه، كتبغي الخاطر ديال الخدمه كلها، كتبغي الخاطر سواء كان الراندا او الطرز. الا ما كانش الخاطر ما غديروا حتى حاجه. ندخل الابره نعاود نخرجها نفس البلاصه كما قلت لكم. وكنلوي كنلوي 27 مره. كما كتلاحظوا المسافه عندنا بعيده. هانتوما كما كتلاحظوا دابا بدات كتشكل لينا ديك الوريده. هنا غادي نبدل الخيط، ما غاديش يقدني. كنجي كندخلو الظهر ديال الخدمه، كنقلب الخدمه ديالي بحال هكا، كنرتق هاد الخدمه باش ما كتحلش ليا، وكنقطع الخيط بحال هكا. هنا خديت خيط واحد اخر درت فيه حتى هو عقيده، وكنجي لنفس يعني في الاخر ديال الدويده كندخل البرا في النصف ديالها وكنجي مقابله معاها، كندخل البرا وكنعاود نخرجها حداها وكنلوي بنفس الطريقه.
كنلوي 25 مره. كنبقى غادا بهاد الطريقه، كنبقى غادا وكندور بهاد الدويدات حتى كنغطي داك الاثار ديال الستيلو. دابا درت 30 لويه كما كتلاحظوا. دابا المسافه بدات عندنا كتجي طويله. كندخل البرا في نفس الغرزه وكنجي كنخرجها في الوسط. نتمنى الشرح يكون واضح. كنلوي كذلك 30 مره. كندخل البرا وكنخرجها حتى هاد الغرزه وكنلوي 30 مره. كنعاود ندخل البرا كنخرجها في الوسط ديال هاد الدويده كما لاحظتوا. وكنلوي بنفس عدد الغرز 30 مره. ملي كتبغيو تخرجوا هاد اللويات من البرا تحاولوا تخرجوهم بشويه، كيبغيو شويه الخاطر هكا. كنجي لهاد الغرزه كنلوي
هانتوما كما كتلاحظوا كنبقى غادا بهاد الطريقه، وفي نفس الوقت كنضرب دابا في هاد اثار ديال الستيلو. كنلوي هنا تسالى ليا الخيط. كنقلب الخدمه وكنضرب جوج غرزات باش ما كتفسخش ليا الخدمه ديالي. كما كتلاحظوا كتبقاو غاديين بهذه الطريقه حتى كتغطيو هاد الاثار اللي كيكون عندنا هنايا ديال هاد الستيلو اولا القلم. يعني كتبقاو غاديين وكتكبروا المسافه ديال اللويات ديال الابره، يعني كديروا 30 غرزه اولا 32 على حسب المسافه باش كتغطي لكم هاد سميتو، وكتجي داك الشكل ديال الدويده كيجي داير. بنفس الطريقه غادي تخدموا الورده الاخرى، تقدروا تخدموها بنفس اللون اولا تغيروا اللون. غادي نكتفي بهذا القدر. كان هذا هو الدرس ديالي ديال اليوم، نتمنى تكونوا فهمتوه واستفدتوا منه، ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعوني بلايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. الدروس ديالي تلقاو في الدرس المقبل اولا التتمه ديال الدرس. خليتكم على خير.